السلام عليكم، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال إن شاء الله. إيه رأيكم وصفة النهارده هيكون عن كباب الحلة، هنعمله بطريقة حلوة أوي، هتعجبكم بإذن الله. زي ما أنتم شايفين الصوص جميل جدًا. يالّا نشوف الطريقة إيه. بس يا ريت بعد إذنكم لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوها عشان يوصلكوا كل جديد بإذن الله. يالّا بقى نشوف الطريقة إيه. أول حاجة عندنا في الطريقة هنجيب طبعًا حلة سخنة على النار، لازم تكون سخنة عشان اللحمة ما تنزّلش مَيّتها. بعد كده ننزل بقى بمكعبات اللحمة، طبعًا كبيرة صغيرة بترجع طبعًا لذوق كل واحد. زي ما أنتم شايفين باشوّحهم على الجنبين كده في المادة الدهنية كويس جدًا. بعد كده أنزل بالتوابل الصحيحة، حبهان وورق لورا. أنا ما باحبش أحط توابل كتيرة، طبعًا عايزة أحس بطعم الكباب الحلة. بعد كده هادّيها تشويحة زي ما أنتم شايفين، خدت لون من على الجنبين. هاطلّعها بقى في طبق. وهاحط طبعًا مكانها البصل. لو نُص كيلو لحمة هيبقى نُص كيلو بصل. زي ما أنتم شايفين أنا حاطة هنا قد نُص كيلو لحمة، حطيت نُص كيلو بصل. في ناس بتحب تزوّد الكمية، ما فيش أي مشاكل، بيبقى الصوص أجمل وأجمل طبعًا. هانزل بقى بحُفرة صغيرة كده، هانزل عليها بمعلقة صغيرة من السكر لغاية ما تتكرمل، يبقى لونها كده عسلي فاتح، وأقلّب بقى البصل كلّه على بعضه زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده هارجّع مكعبات اللحمة عشان خاطر بس إيه تتشرّب من طبعًا طعم الصوص البصل. بعد كده هانزل بقى باختياري بفصين من التوم المفرومين، وهنقلّب. بعد كده هاحط بقى التوابل. أنا ما باحبش إن أنا أحط توابل كتير، باحط ربع معلقة ونُص أو نُص معلقة من بهارات اللحمة، وربع معلقة من الفلفل الأسود. أنا ما حطيتش الملح. الملح هاحطه قبل ما يستوي ب3/4 سوا كده، هانزل بالملح عشان ما تشدش معايا. بعد كده هانزل بالمَيّة السخنة شوية بشوية زي ما حضراتكم شايفين كده. هاسيبها بقى الصوص بتاعنا يتقل. بعد كده أديني حطيت الملح أهو، وزي ما أنتم شايفين ما شاء الله استوت معانا، والصوص جميل جدًا ولونه تحفة. أنا طبعًا حطيت الطبق ده تحت الشواية كده خد لون. شايفين الصوص جميل جدًا ما شاء الله. تقدّميه بقى مع عيش بألف هنا وشفا أو رز أبيض جميل جدًا. وشايفين اللحمة ولا الصوص جميل جدًا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. لو عجبكم بقى لايك وشير وكومنت جميل كده منِّك، وأشوفكم فيديو جديد إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.